السلام عليكم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما كده بخير وسعادة. في الحر ده عاوزين حاجة كده تغذي وحاجة ترطب على القلب. هنعمله مع بعض الكيكة بالجيلي، حاجة كده في منتهى الجمال. مقادير بسيطة جدا وطريقة سهلة جدا، ان شاء الله تجربوها بالطريقة دي وتنور رضاكم. قد ايه هشة وجميلة. 3 طبقات اطعم من بعض. شايفين الجمال؟ يلا كده نشوف الطريقة عملناها ازاي. معايا هنا 3 بيضات. هنزل كمان بنص كوباية من الزيت. بعد ما نزلت بالزيت هنزل بمعلقة كده من الخل ومعلقة من الفانيليا. هضرب الخليط ده كله كده مع بعضه كويس قوي لحد حجمه ما يتضاعف. بعد كده هبدأ أنزل بكوباية إلا ربع من السكر تدريجيا مع الاستمرار في الضرب. بعد كده بقى معايا كوبايتين من الدقيق المنخول. هنزل بأول كوباية بالشكل اللي قدام حضراتكم ده، وهنزل على كوباية الدقيق دي بباكو ونص من البيكنج باودر. رايحة انخلهم بقى كده ورايحة اضرب بالمضرب. بعد ما ضربت حبة كده بالمضرب نزلت كمان بنص كوباية هنا من المية، مية عادية خالص من الحنفية. هضرب الخليط ده كويس. وبعد كده بقى رايحة اجيب الكوباية الدقيق التانية، رايحة انخلها بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. طبعا بعد ما ضربتهم كويس قوي رايحة الم كده بالسباتولا علشان لو في دقيق ولا حاجة كله يتخلط مع بعضه. طبعا معايا هنا بقى القارب البايركس، انا دهناه كده فرشة من الزيت. هنزل بخليط الكيك كله كده. بعد ما نزلت بخليط الكيك معايا بقى هنا خلة، بدأت أمشيها كده في الكيك علشان لو فيه أي مسام واسعة ولا حاجة تختفي. طبعا في الوقت ده أنا مسخنة الفرن على درجة حرارة 170. دخلتها الفرن أخدت في حدود 30 دقيقة. بتطلع معاكي بالشكل الجميل ده، قد ايه هشة وطرية وفي منتهى الجمال. بتسيبيها بقى تبرد في حدود ربع ساعة. بعد كده بقى بتجيبي خل وتبدأي بقى تخرميها بالخلة. معايا هنا كوباية من مج الشاي العادي ده حليب بدرجة حرارة المطبخ. بدأت أشرب الكيك بيه. بعد كده دخلتها التلاجة وبدأت أعمل إيه الخطوة اللي بعد كده. باكو من الكريم شانتيه على معلقة هرمية كده من الكريم باستري، بيدي طعم جميل جدا. هنزل عليهم بنص كوباية من المية المتلجة. بعد كده هضرب كويس. أثناء الضرب حسيت بقى إن الخليط هيكون قليل على الصينية. جبت باكو من الكريم شانتيه تاني. هنزل بيه وهنزل عليه كمان بنص كوباية من المية المتلجة. هضربهم بقى كويس قوي لحد ما يبقوا معايا بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. كانت الكيك بقى بردت تماما. جبتها بقى ونزلت عليها بالكريم شانتيه كده وبدأت أساوي كده بالسباتولا. بعد ما خلصت كده بالسباتولا معايا هنا حب من الشوكولاتة الملون ده. لو انت عايزة تستبدلي حب الشوكولاتة ده بقطع من الفاكهة بيكون طعمها في منتهى الجمال. بعد كده بقى رايحة ادخلها التلاجة لحد كده ما تتماسك. وفي الوقت ده هعمل الخطوة اللي بعد كده. معايا هنا ربع كوباية من المية على معلقة هرمية كده من الجيلاتين. قلبتهم كويس قوي وهبدأ انزل في الطبق التاني بباكو من الجيلي. اي نوع جيلي انت حباه استخدميه. هنزل على باكو الجيلي ده بكوباية من المية المغلية. رايحة اقلبهم كده كويس. وبعد كده هنزل على الجيلاتين بكوباية من المية. هقلب الجيلاتين مع المية كويس قوي وهبدأ اخلطهم على بعض بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. لو انت عايزة تستبدلي الجيلاتين بباكو جيلي كمان براحتك. طبعا في الوقت ده كانت الكيك بردت كده. جبت بقى الجيلي. والجيلي ده انا كنت مدخلاه التلاجة قعد في حدود كده ربع ساعة. هبدأ بقى اضيف الجيلي كده على الوش. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده حاجة في منتهى الجمال. في الوقت ده بعد ما خلصت دخلتها التلاجة في حدود ساعة. طلعت بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. في منتهى الروعة. طبعا بعد ما بتطلع بتقطعيها بالشكل ده وبتقدميها بألف هنا.
حبايبي يا رب أكون فدتكم بمعلومة، ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك، وسلام عليكم.